السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كده دايما في خير وسعادة. قبل ما ابدأ معاكم احب اشكر كل حبايبي الجداد اللي شرفوني في القناة. اما بقى بالنسبة للكيكة الجميلة اللي قدام حضراتكم دي، هي كيكة اليانسون الرائعة. قد ايه طعمها جميل جدا وريحتها جميلة جدا. ان شاء الله تجربوها بالطريقة دي وتنور رضاكم. شايفين بسم الله ما شاء الله قد ايه هشة، حاجة كده في منتهى الجمال. طبعا بتعمليها بقى للفطار، بتكون كده طعمها منتهى الجمال كده ومنتهى الروعة. شايفين بسم الله ما شاء الله قد ايه هشة وجميلة. ان شاء الله تجربوها وتنبسطوا منها. يلا كده نبتدوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. في طبق بقى، وهنزل ب3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. هنزل عليهم بالفانيليا. بعد ما نزلت بالفانيليا هضرب بقى بالمضرب الكهربائي كويس قوي لحد البيض حجمه ما يتضاعف. ممكن تستبدلي المضرب الكهربائي بالخلاط في الخطوة دي. بعد كده بقى هبدأ أنزل بنص كوباية من الزيت تدريجيا. انزلي بالزيت تدريجيا علشان كمية الهواء اللي دخلت للبيض ما تهبطش. بعد ما خلصنا كمية الزيت هنزل بكوباية إلا ربع من السكر. السكر بيبقى حامي، فانزلي بيه تدريجيا علشان ما يهبطش منك البيض. طبعا بعد السكر هبدأ انزل بقى باليانسون. معايا معلقتين من اليانسون الحب. لو انت رايحه تضيفي اليانسون بودر انزلي بمعلقه واحده، لان اليانسون بيغمق الكيك. لو كترت بودر هيغمقها معاكي اكتر. فلو حب انزلي بمعلقتين، لو بودر انزلي بمعلقه واحده. هضرب بقى ضرب خفيف بالشكل ده، ما تكتريش ضرب بقى علشان ما تهبطش منك. وبعد كده بقى هبدأ أنزل بالمواد الجافة. معايا بقى هنا كوباية ونص من الدقيق المنخول. طبعا كلنا عارفين ان كل ما ننخله الدقيق اكتر بيدينا هشاشة للكيك اكتر. معايا كوباية ونص هنزل عليهم بباكو كده من البودر. كمان هنزل على الدقيق والبودر برشة كده من الملح. هبدأ بقى كده أنخل تدريجيا، يعني تنخلي حبة وتبدأي تقلبي من تحت لفوق كده زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بقى في آخر حبة وأنا بقلب كده من تحت لفوق قبل الدقيق ما يتشرب المادة السائلة، رايحة أجيب نص كوباية من المية المغلية وهنزل بيها تدريجيا. المية المغلية دي بتساعد على هشاشة الكيك كده وبتديله طراوة في منتهى الجمال. طبعا بتقلبي بقى من تحت لفوق كده علشان كمية الهواء اللي احنا دخلناها للكيك ما تطلعش، والكيكة تطلع معاكي هشة كده وفي منتهى الجمال. طبعا بعد بقى ما خلصتها وبقت بالسماكة اللي حضراتكم شايفينها دي، انا ما زودتش اكتر من نص كوباية المية المغلية. في الصينية بقى متبطنة كده مدهونة ومتبطنة كده بالدقيق. نزلت بالكيك وبأي بقى خلة أو أي حاجة بتخرجي أي هوا فيها تكون المسام بتاعته واسعة كده. وفي الوقت ده بقى أنا مسخنة الفرن على درجة حرارة 170. قبل كده ما أدخلها ب10 دقايق. دخلتها بقى قعدت في الفرن في حدود كده 35 دقيقة وهتطلع بالشكل اللي حضراتكم شفتوه. طبعا قبل ما دخلتها الفرن يا بتحطيها في الصينية يا على الصينية، هتطلع بقى معاكي بالجمال ده. شايفين بسم الله ما شاء الله انا ما ولعتلهاش الشواية ولا حاجة. طبعا وبيرجع لدرجة حرارة فرنك. ممكن 170 180 على حسب درجة حرارة فرنك. شايفين بسم الله ما شاء الله قد ايه طالعة كده هشة وفي منتهى الجمال. بتسيبيها بقى بعد ما تستوي بتفتحي عليها الفرن دقيقتين 3 كده لحد ما تهدى علشان ما تهبطش منك لما تطلع. بتسيبيها كده 5 دقايق كده لحد ما تهدى وتبدأي تقدميها بالشكل الجميل ده. شايفين بسم الله ما شاء الله قد ايه مرتفعة وهشة. الطعم جميل جدا والريحة أجمل وأجمل. إن شاء الله تجربوها بالطريقة دي وتنور رضاكم. حبايبي يا رب كده أكون فدتكم بمعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.